بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل كورس تأسيس النحو من اول اولى ابتدائي لحد الصف السادس الابتدائي، المرحلة الابتدائية كلها. ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة هناخد الكلمة تتكون من اسم وفعل وحرف. اول حاجة هناخدها الاسم لازم يبدأ بال او اخرها تاء مربوطة او تنوين او تبدأ بها. هنا أنواع الاسم ممكن تكون إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد، مثل ذهب محمد إلى المدرسة. هنا الاسم محمد عشان اسم إنسان، والمدرسة عشان اسم معرف بالألف واللام. هنيجي هنا الأفعال تنقسم لفعل مضارع وماضي وأمر. الفعل الماضي هي حاجة خلصت وانتهت، مثل نام محمد. هنا الفعل نام ماضي، نام مثل لسه هينام، مش لسه هينام، هو نام وخلص، يعني ده فعل ماضي حاجة حصلت. في فعل مضارع هو فعل لسه بيحصل، مثل يذاكر هشام دروسه. هنا يذاكر، هنا فعل لسه بيذاكر، يبقى هنا الفعل المضارع يذاكر. هنيجي بقى هنا للفعل الأمر. هو الفعل الذي يأمرك فيه، مثل حسن خطك، اغسل أسنانك. حسن خطك أو اغسل، ده كل دي أفعال أمر. يبقى أنا بأمرك، بقولك حسن انت خطك، اغسل سنانك. هنيجي بقى هنا للفعل الماضي، بيقولك حول الجملة من الماضي للمضارع وغير ما يلزم. الفلاح زرع في الحقل. الإجابة هنا ايه؟ عايزين نحولها، يزرع الفلاح في الحقل. كده أنا حولتها من الماضي لمضارع. تمام. بيقولك هنا حول الجملة من المضارع للأمر. جابلك هنا بيقولك ايه؟ تمام. بيقولك يرعى الولد الأغنام. هنا يرعى دي فعل مضارع، هنا الجملة فعل مضارع. طب أنا عايزة أحولها أمر، بقولك ايه؟ ارعى الأغنام. من كده أمرت الولد، بقوله ارعى الأغنام. كده حولت الجملة من الماضي للأمر. وما تنسوش اللايك والشير. تمام. عندنا هنا الحرف بينقسم لحرف جر وحرف عطف. حرف الجر وحرف العطف. حروف الجر بتتكون من وإلى وفي وعن وعلى. لكن حروف العطف بتتكون من ثم والفاء والواو والباء والكاف. في حروف الجر دي حروف منفصلة مش متصلة. الباء والكاف واللام دي متصلة، الكلمة مبتبقاش ايه؟ منفصلة. هنيجي بقى أمثلة. هنا بيقولك ده حرف جر مناسب. تمام. مع برضو الحروف العطف كمان هيجيلنا جملة لكن نحط كمان حروف العطف معاها، يعني حرف جر مع حرف عطف. بيقولك ذهبت حاجة نادي، ذهب البيت. يبقى بيقولك ذهب التلميذ إلى النادي ثم ذهب إلى البيت. هنا حرف الجر الإلى اتكرر مرتين وحطينا ثم حرف عطف. أكل الولد شرب نام. أكل الولد وشرب ثم نام. أكل الولد وشرب ثم نام. بيقولك هنا ايه؟ ذاكر التلميذ حاجة ذهب الدرس. يبقى ذاكر التلميذ فذهب إلى الدرس. ذاكر التلميذ فذهب، الفاء هنا حرف عطف، إلى حرف جر. كده كونت جملة، ذكر التلميذ فذهب إلى الدرس. متنسوش اللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد وحصري. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه كويس وتكون فهمتوا. وان شاء الله نكمل باقي كورس تاسيس النحو المرحله الابتدائيه في الحلقات القادمه. استنوني. لو في اي تعليقات سيبولي في الكومنت، او عايزين اي حاجه اشرحها لكم سيبولي في الكومنت بالطريقه دي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.